هلو، عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون في احسن حال. فيديو النهارده زي ما قلتوا كده في العنوان النظافه الشخصيه. هنتكلم عن كل حاجه النظافه الشخصيه تخص المراهقات وسن العشرينات وسن الثلاثينات. يعني هنتكلم في كل حاجه. فلو انت جديده انزلي اعملي سبسكرايب، ولو انت قديمه ومتابعيني من زمان فانزلي اعملي لايك تحت، واكتبي لي كومنت حلو. لو عندك سؤال سيبيه برضو تحت في الكومنتات. وخلينا نبدا الفيديو من غير رغي كتير. وحاسه النهارده بجد ان الاضاءه حلوه قوي. معانا الشنطه دي فيها كل مستلزمات الشخصيه، وكل حاجه هنتكلم فيها النهارده موجوده في الشنطه دي. فتعالوا بقى نفرد الشنطه دي ونشوف فيها ايه. وعايزه اقول لكم لاي حد هيسال عن الشنطه دي كانت منين، كنت جايباها من زمان قوي، من حوالي 3 4 سنين. وكان سعرها بحوالي 45 جنيه تقريبا، يعني هي رخيصة او ارخص من كده. هو ده بيبقى شكلها هي حلوة جدا، بتنفع قوي في السفر تلمي فيها حاجتك وكل حاجة. فانا لميت لكم كل حاجة فيها تخص النظافة الشخصية. فتعالوا النهاردة نتكلم عن حاجة حاجة. فهتلاقوني دايما ببص هنا كده عشان كاتبة الخطوات قدامي، هما بالظبط 6 خطوات للنظافة الشخصية. أول حاجة هنعملها وأول خطوة طبعا هي الشاور. لازم ناخد كل يوم شاور دافي مهما كانت الساعة، ومهما كان ايه اللي بيحصل لازم ناخد الشاور بتاعنا. مش معنى ان الشتاء جات يبقى نهمل الشاور وما ناخدش الشاور بتاعنا، لا لازم ناخد الشاور بتاعنا. سواء بقى عايزة تاخديه الصبح، عايزة تاخديه بعد يوم طويل اللي هو يبقى تاخديه بالليل، بصي براحتك على حسب بقى ما انتي تحددي. المهم ان احنا لازم ناخد الشاور بتاعنا بمية دافية، مش مية سخنة مولعة، لا مية دافية. طب هنعمل ايه بقى جوه الشاور؟ دي اهم بقى الخطوه. بعد ما تقفي كده دقيقتين 3 تحت الميه الدافيه تلاقي جسمك كده بدا يضطر، فلازم نعمل سكراب. لازم يا جدعان نشيل كل الجلد المائد اللي في جسمنا. لازم نعمل تنظيف على الاقل مره واحده، نعمل سكراب في الاسبوع مره واحده في الاسبوع. فدي كفيله جدا ان انت تحسي ان جسمك دايما يبقى نظيف وما فيهوش اي جلد ميت. فدايما بنصح اي بنوته خاصه سن المراهقه اعملي سكراب مره واحده في الاسبوع. حابه تجيبيه من بره اشتري عادي، حابه تعمليه في البيت هيبقى سكر وقهوه وعسل. فده السكراب دايما اللي احنا بنعمله. هنعمل شيفنج يا جدعان، دي انسب واسهل طريقه سواء بقى لسن المراهقه، سن العشرين، سن التلاتين. في ناس ما بتتحملش الم السويت. فانا جايبه لكم احلى شفرات جربتها في حياتي، وكان سعرها ب 35 جنيه. معاها الجهاز ومعاها 4 شفرات كده. دي اسمها كوين، موجودة في كل المحلات او الهايبر الكبير او الحاجات اللي هي الكبيرة عامة، موجودة وسعرها ب 35 جنيه. من احلى انواع الشفرات اللي انا جربتها في حياتي، بجد حلوة جدا مش بتحسس البشرة. عايزة كمان اقول لكم ان هنا فيها خط اخضر، ده عبارة زي صابون كده او جل. بجد من احلى الحاجات، سلسة جدا. بس طبعا برضه عشان نعمل احتياطات ما نتجرحش، يا تعمليه على جسم فيه كريم، يعني تكوني حاطه كريم او حاطه اي بلسم قديم عندك مش مناسب معاكي. المهم تكوني حاطه حاجه مساعده ان الشفره تتزحلق على بشرتك. دي من احلى انواع الشفرات بجد اللي انا جربتها، بجد حلوه جدا. وعايزه اقول لكم هي الواحده فيها كمان اصلا 3 مواس، فهي حلوه جدا وبتشيل الشعر حلو قوي. فدي كده تاني خطوه معانا ان احنا نعمل شيفنج بعد السكراب. طيب بعد ما خلصنا اكيد هنغسل بقى جسمنا. عندنا بقى الشاور جل بتاعنا ب20 جنيه، اسمه كيراند مور، من احلى انواع الشاور جل اللي انا جربتها. فاحلى حاجه ممكن تجيبيها ب20 جنيه وبيقعد معاكي وقت طويل جدا، وكمان نقطه منه بترغي بطريقه مش طبيعيه. فانا بالنسبه لي الشاور جل لازم يكون كمان بيرطب الجسم وحلو قوي وبيرغي كويس. فانا ده كل ال3 حاجات دول موجودين في الشاور جل بتاع كيراند مور. وزي ما بقول لكم كده سعره ب20 جنيه، فدي حاجه كويسه قوي. لسه ما زال يا جدعان سعره ب20 جنيه. طيب دي كده الحاجات اليوميه اللي احنا بنعملها. وطبعا الشيفنج ما بتتعملش كل يوم، ده على حسب ما الشعر ما بيطلع. بس طبعا انت لو عملتي كل يوم هو اصلا الشعر مش هيلحق. بس دي كده الحاجات اليوميه. طيب هنعمل ايه مثلا كل شهر؟ يعني مثلا مره في الشهر او مرتين كتير في الشهر، الليفه المغربيه. طب دي يا ساندي بتعمل ايه بقى؟ لا دي فوائدها كتير جدا بقى. عايزه اقول لكم الليفه دي انا كنت جايباها ب 15 او ب 20 جنيه. فيها الجنب ده خشن والجنب ده ناعم شويه. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه، او لو انت ناويه تعملي، لازم تحطيها في ميه دافيه علشان تبقى طريه شويه، وجسمك يكون طري اللي هو اتشرب كويس من الميه الدافيه. هنعمل كده في اتجاه واحد، يا اما هنعمل حركات دائريه، ويفضل يبقى في اتجاه واحد. بس لازم يا جدعان تتعمل على جسم
مندي، والتقشير مش طبيعي طبعا، ده تقشير شهري مش بتعمل كل يوم لان هي هارش قوي على الجلد، فيفضل. طيب بعد ما بنعمل الشيفنج والحاجات دي ونعمل سكراب وكل حاجه، لازم نستخدم مرطب، ويفضل المرطب ما يكونش فيه اي كحولات زي الشام بتاع بادي ميلك. شام بادي ميلك بجد من احلى المرطبات اللي بجد هي اصلا فيها هيالورونيك اسيد، نايسيناميد، سيراميد، فبجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها. بترطب حلو جدا. عايزه اوريكم بقى القوام بتاعه عشان تبقوا عارفين. بصوا ده القوام بتاعه. بصوا البشرة بتتشربه في ثانية، وبيرطب حلو جدا وخالي من الكحولات والعطور عشان جسمك ما يلتهبش. مش بعد مثلا، في ناس بعد الشيفنج بيطلع لها حبوب وفسافيس كده، فيفضل ان انت ما تروحيش بقى تستخدمي حاجة فيها روايح كتير عشان هيزود الالتهاب. فده انسب حل، وده سعره ب150 اخر مرة انا كنت جايباه، وسعره هيتراوح من 150 ل170 جنيه او 175 جنيه، وحجمه 300 مللي، وبيقعد معاكي وقت طويل قوي. وبجد انصحكم لاي واحده عايزه ترطب جسمها يفضل تستخدمي مرطبات. طيب يا سندي انا معيش الامكانيه ان انا اجيب بادي لوشن ب 150 او 175، طيب عليكي وعلى الصيدليه وهتجيبي حاجتين بالظبط ب 50 جنيه. هتجيبي بنسينول اللي هو ده، وهتجيبي كرباميد، الاتنين مع بعض هترطبي بيهم جسمك يوميا. بصوا بجد الاتنين اصلا بيقللوا من جلد الوزه، وكمان ترطيبهم حلو جدا. وعايزه اقول لكم كمان بالذات كرباميد تحس ان هو بيفتح شويه، لو انتي الركبه بتاعتك غامقه هتلاقيه بيفتح كده شويه. فبالنسبه لي دول برضو ارخص مرطبات انا جربتها، وكمان ما فيهاش اي كحولات لان دي حاجه من الصيدليه، يعني حاجه طبيه. لو انت مش عايزه تجيبي الاثنين هاتي واحد منهم، مش شرط تجيبي الاثنين، انا بقول لك بس على سعر الاثنين مع بعض ب 50 جنيه من اي صيدليه. طب لو عايزين مرطب فيه ريحه بس مش هنرطب بيه طبعا بعد الشيفنج، نرطب بيه في اي يوم تاني ما نكونش عاملين فيه شيء، وهو المرطب بتاع لونا. ينفع للايد والجسم والركب والاكواع بصوا كل حاجه، بينفع لكل حاجه حرفيا. حجمه كبير، سعره ب 35 جنيه، قوامه حلو جدا. عايزه اوريكم القوام بتاعه. بصوا اصلا العلبه كبيره قوي، بصوا ده القوام بتاعه اهو، قوامه خفيف قوي 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 قوي. بصوا والبشره بتتشربه برضو بسرعه. بصوا هوريكم دلوقتي. وغير كده ان ريحته حلوه جدا. ورطبوا ايديكم لان خلاص الشتاء دخلت علينا، فاهتموا يا جدعان بالترطيب، لان بجد في ناس جسمها بيعمل قشور كتير قوي بسبب قله الترطيب. فزي ما انتم شايفين بصوا البشرة اتشربته بسرعة عشان قوامه بجد خفيف، وحجمه كبير جدا، وسعره ب35 جنيه. فدي حاجة كويسة، ودي أحلى حاجة أنا جربتها من لونا. أنا بفكر أجيب لكم الباكج بتاعته، الباكج كلها بتتباع كده على بعضيها بحوالي 85 جنيه. فيها الكريم ده، وفيها كريم صغير، وفيها كريم الجسم، وفيها الليب بالم، تقريبا 2 ليب بالم. فانا بفكر اجيب لكم واعرضها لكم، لان في ناس كتير قوي ما تعرفش منتجات لونا، وزي ما انتم شايفين المقاطعه بقت كتير جدا، والمنتجات بقت قليله قوي اصلا في السوق. فدلوقتي بقى في حاجات بدات تطلع جديد، فانا ناويه اجيب لكم شويه منتجات جديده. فبس اصبروا عليا الفيديو ده، لان انا بحاول ادور على حاجه كويسه والكواليتي بتاعتها حلوه، وكمان سعرها اقل حاجه. في كام بقى نقطه كده مهمين جدا. اول حاجه يا جدعان الاندر ارم لازم يتغسل كل يوم بميه دافيه، حتى لو ما خدتيش الشاور بتاعك اليومي. لازم الاندر ارم مش تحطي ديودرنت على ديودرنت، يعني حطيتي امبارح وما غسلتوش تصحي النهارده تحطي عليه، لا لازم نجدد المنطقه كده ونغسلها بميه دافيه. دي منطقه حساسه ما ينفعش نعملها لا سكراب ولا اي حاجه، هي بتتغسل بميه دافيه وبس. يفضل ان انت تغسليها بميه دافيه وتنشفيها كويس، وبعد ما تخلصي هتحطي المزيل العرق بتاعك او الديودرنت بتاعك. انا بستخدم بتاع ستارفر وسعره كان ب 80 جنيه اخر مره جايباه، ده كان عليه عرض ساعتها، لكن سعره الحقيقي ب 120 جنيه. طبعا لما تلاقوا عليه عروض يبقى هاتوا منه كذا واحده، لان هو بجد تحفه. اللي معرفش الريحه دي اللي معايا دي ريحتها ايه، بس هو عامه هي حلوه. فبالنسبه لي من احلى الحاجات اللي انا جربتها. طيب عندك الامكانيه تعملي ليزر، اعملي ليزر وتخلصي من الحوار في المنطقه الحساسه. لو معكيش الامكانيه يبقى عليكي وعلى الشيفنج. يفضل ان كمان المنطقه الحساسه كل يوم نغير اللبس الداخلي بتاعنا، يفضل ان احنا نغيره علشان المناطق دي بتبقى مكتومه، بتبقى عايزه شويه تهويه. وكمان نغسلها بميه دافيه، لا نغسل بشاور جل ولا غسول مثلا من الصيدليه ولا اي حاجه، هي
بالميه الدافيه وبس. ربنا خلقنا ان المنطقه دي بتجدد نفسها بنفسها، يعني انت مش محتاجه اصلا تغسليها بحاجه معينه، هي بتجدد نفسها بنفسها. بس يفضل ان انت تغيري اللبس الداخلي كل يوم، ما يعديش عليكي مثلا باليومين والثلاثه وانت زي ما انت، لا لازم نجدد اللبس الداخلي كل يوم. فبلاش نحط كريمات وبلاش نعملها سويت يا جدعان، لان بعد كده المنطقه دي بيحصل لها ترهلات بسبب الشد بتاع السويت. فيفضل ان احنا نحافظ على المنطقه دي على قد ما بنقدر. ليه؟ عشان ما تغمقش ولا يحصل لها اي حاجه. ولو في زي ما بقول لكم، لو في المقدره ان احنا نعمل ليزر اعملوا ليزر، مفيش المقدره يبقى خلاص نعمل شيفنج ونهتم بالمنطقه. طب بالنسبه للسن الصغير هنعمل فيه ايه؟ هنجيب مقص وهنبدا نقصقص الشعر وبس، بحيث ان انت تقللي طول الشعرايه. بس برضو حاجة أخيرة، ضوافرنا وإيدينا، بلاش ضوافرنا يبقى فيها مثلا تراب أو اللي هو مثلا طينة أو اللي هي مش متنضفة. خلي معاكي دايما مثلا باكج كده صغيرة أو شنطة مثلا صغننة كده أو كيس صغير أو أي حاجة تحطي فيها مثلا أدي دي اللي هي بتزيح الجلد، المات دي اللي كنت عايزة أوريها لكم، دي كده اللي هي أصلا بتبقى موجودة في علبة الضوافر لو أنت جبتيها. حطي فيها القصافة والمبرد، حطي فيها أدواتك اللي هي بتاعة الضوافر ونضفي ضوافرك. بلاش تبقى مثلا مطولها ومش مهتميه بيها، او خليها قصيره برضو ومش مهتميه بيها. يفضل ان انت تهتمي بالنقط دي بجد، النقط دي برضو بتعمل روايح كده مش ألذ حاجه. اخر حاجه بقى معانا وهي وقت البريد يا جدعان. اول حاجه هي خطوات بسيطه جدا، لازم ناخد الشاور بتاعنا في الوقت ده ونجدد الفوطه الصحيه طبعا، ما نسيبهاش بالخمس والست ساعات. هي التجديد من 2 ل 4 ساعات على حسب كل بيت عشان بيختلف من واحدة لواحدة. ناخد الشاور بتاعنا وكمان نهتم ببشرتنا. الوقت اهملناها بجد بيطلع حبوب، لان الوقت ده جسمنا كله اصلا بيبقى حساس. فيفضل ان انت تهتمي، هو غسول مرطب وصن بلوك بس على كده. طبعا الصن بلوك لو نزلتي، لو ما نزلتيش يبقى غسول ومرطب في البيت بس. ولازم نغير بجد يا جدعان الفوط الصحيه وناخد الشاور الدافي بتاعنا وبس كده. ما فيهاش اي لخبطه وما فيهاش اي خطوات كتير عشان تحافظي على المنطقه دي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوه تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.